يفوك الناس تتحرك، تنحي شي، تنحي قاعد الناس هذوما، ولا خليوها ما تزيدوش تهضروا عليهم كاع، خليهم يديوها ماشي للواد، تحت للواد، خلاص العجب صاير هنا، واحد ما حب يتحرك، واحد ما يتحرك، خليه يديها للواد، خلي مام يموتوا دراري صغار، واش تحب ديروا؟ ماشي هو ريسبونسابل، بعد نقولوا مكتوب، سي با لوي لو ريسبونسابل ديالو. بركات سي الحق لواحد الدرجه الناس يا رب العالمين هربوا عليك، تقول جاز عليك بالميك. لا مازال ما كانش في الجزائر اللي ينجم يحكم هذا البوست اللي يصيب الحل، ما كاين غير هو، وانتم ديرونجيو فيه، خليوه. هاي الحقيقه اللي الناس ما حبش، بزاف كاين اللي ما حبوش يفهموها. نجيبوا من الهنا. هل ما عندناش دراري حنا اللي يلعبوا كره القدم؟ ولا ما عندناش لاعبين كره القدم؟ ما ينجموش يكونوا عندنا ناس اللي يسيروا الرياضه كاع، ما لازمش يكونوا من مالا دون سو كالا نجيبوهم من لهيه باش يوجدوا لنا نوليو تسمى الفوتبول راح نديماريو كيما واحد ديماريو، ولا يجيبوا منا ومنا ومنا راح يديماريو في الفوتبول. لا اخي لا، بارتير دو مومون اللي ولات كيما قال سليم تبزنيس في لي زيكيب ناسيونال، صافي دير كو هنا الفوتبول تاعك راهم حطموا فيه، حاطين. علاش قلت لك انا لا فيديراسيون مليحه راهي تكمل، وبوركوا با تزيد تكمل الموندا تاعها 3 سنين ويرشح روحه، وبوركوا با مي يجوز، وعلاه ما يجوز؟ يجوز، انا ماذا بيا يزيد يجوز، نبقاو هكذا بيان سور تبقى هكذا، بيان سور، باسكو كاين زوج حوايج، ربي سبحانه دار الجنه والنار، ما دارش هكذا مكروازيا ولا دار طريق وطريق، حبيت النجاح هايليك، حبيت هنا في الفوتبول كيف حبيت تنجح تحط لي. منتخب شبح شاهدنا لقاء على الاعصاب، كل الشعب الجزائري اليوم يقول 5 سنين بركات، 5 سنين من الاخفاقات بركات، لاننا تجاوزنا الخطوط الحمراء مثل ما كان يسمى جمال بالماضي الخط الاحمر، بعد الاقصاء في الدور الاول في نهائيات كاس افريقيا الاخيره بالكاميرون، اقصاء مر من نهائيات كاس العالم امام منتخب كاميروني متواضع في تشاكير، ها هو الاقصاء الثالث على التوالي في المنافسات الكبرى. اين هم اصحاب البلاطوهات الذي كان يتنادى بهم المدرب الوطني ويشكك في نواياهم وفي وطنيتهم؟ اين هما اصحاب التليفونات التي قال الناخب الوطني مؤخرا انه بعد 5 سنوات سيتاني شك كو مازال تليفوني سوني؟ إبا اليوم نقولوا احنا سيتاني شك كو بعد 5 سنوات نقصى لثالث مره بطريقه مهينه. ليس المنتخب الجزائري الذي يقصى امام منتخب موريتاني، مع كل احتراماتنا للمنتخب الموريتاني الشقيق، لكن اليوم كارثه حلت بالكره الجزائريه، وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته، بدايه بالناخب الوطني الذي ينال كما يعلم الجميع راتب معتبر جدا. الدولة الجزائرية وضعت تحت تصرف المنتخب الوطني فندق بأكمله من أجل التحضير. الدولة الجزائرية وضعت في تحت تصرف المنتخب الوطني طائرة خاصة لنقله إلى الطوغو من أجل التحضير بالعملة الصعبة، بعد ذلك طائرة خاصة من الطوغو إلى بواكي للتحضير في ظروف جيدة، لكننا لم نتمكن من تحقيق فوز في نسختين متتاليتين، وهذه لم تحدث في تاريخ كرة القدم الجزائرية منذ الاستقلال. انهزمنا أمام غينيا الاستوائية، تعادلنا أمام سيراليون، وانهزمنا أمام كوت ديفوار في الدورة الماضية. هذه المرة بقينا نتغنى بأننا لم ننهزم في 2023، لكننا أخذنا صفعة اليوم أمام المنتخب الموريتاني.